لو معايا منتج وصنعه من مصر وعايز اوديه امريكا واطلع منه حته حته، هل مع اللوجيست ينفع ولا لا؟ بص، هو ده بقى نوع السؤال اللي انا بحبه ونفسي فعلا يتعمل. نفسي ناس تكون هنا بتصنع حاجه في مصر تبيعها بره. دي فعلا اكتر حاجه فيها فاليو واكتر حاجه الواحد يبقى مبسوط بيها لو حد عملها يعني. بص، عشان تطلع اولا في الاول خالص لازم تعمل تيست المنتج بدل ما تودي كميات وت... وتكلف كتير وتلاقي في الاخر الموضوع مش كويس معاك او مش مربح، فهتلاقيها خساره وهتلاقي نفسك احبطت خالص. فانت في الاول خالص اعمل شوبيفاي ستور، اعمل شركه في امريكا واعمل شوبيفاي ستور، وشوف المنتج بتاعه، شوف له كرييتيفز او فيديوهات او صور شغاله كويس. حتى لو الحاجات شغاله في مصر هنا ترجمها بالانجلش، ابتدي اعمل عليها اعلانات وشوف الناس هتبتدي تشتريها ولا لا. اللي يشتري الحاجات اللي هي التست في الاول دي هتطلع مع دي اتش ال هنا من مصر. ليه هتكلف كتير في الاول، بس حتى لو انت مش بتكسب فيها، دي مرحله اولى. المرحله التانية هتبعت بقى كميه كبيره من مصر على هناك. دي هتلاقي بقى تكلفه الشحن بتاعها، عشان هتبعت بالك مره واحده، تكلفه الشحن مش عاليه لو منتج يعني مش حجمه كبير. هتوديها هناك على المخازن بتاعت اي شركه بقى هناك. انا بريكومند شركه اسمها لوجيستيو، هتحط المنتجات هناك عندهم، ولما يجي لك اوردرات هم بقى يوصلوا بقى من امريكا لامريكا دايركت. في حل تاني محدش خالص بيعمله، انا لسه ما عملتوش بس هو حل كويس جدا. ممكن برضو تودي على الصين، يعني تودي على المخازن بتاعت لوجيستيو على الصين، عشان لو انت بتبيع في دول تانية غير امريكا برضو هم يطلعوا بقى من الصين لبقية الدول دي، وممكن يطلعوا لامريكا برضو. فاهم اللي اقصده؟ ف ده الورك فلو كده، او الرود ماب، او بقى الانفراستراكشر بسيط بطريقه مبسطه جدا اللي هتعمله يعني.